أبناء البادية قبايل جماعيت وسننة ولاد علي البيدي عموم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، لأنني أتحدث عن أهلي وعن قومي الذين بهم أفتخر في كل مكان جلست فيه، لا لشيء إلا لأنهم أهل للفخر. نحن نشكر لحزب الحريات والعدالة أنه قدم إلينا خطوة بإيجاد هذا المقر الموجود في الذراع البحري، ونحن قصدنا أن نسمي هذه المقر بالذراع البحري ليكون حاملا لمشاكل القبائل والعائلات، وهذه المنطقة التي يسكنها بجوارنا أخواننا من أهل الدلتا والأرياف. يعني لا يبقى إلا أن احنا نشكر حضراتكم ونشكر كل القبائل اللي ساعدت في أن هذا المقر يقام. هذا المقر ليس مقرا لحزب الحرية والعدالة، إنما هو مقر لحضراتكم، ده بيتكم في هذا المكان. حضراتكم كل يوم وكل لحظة أفراحكم وملتقاكم ومناسباتكم كلها في هذا المكان. ينبغي ان المكان ده اللي يديره حضراتكم واللي يشرف عليه حضراتكم، وان كل ما تطلبوه يقدم في هذا المكان. فما فيش حد من حضراتكم يتردد لانه مكانكم اصلا. احنا ما بنعملش المقرات بتاعتنا عشان نروح احنا نقعد فيها، احنا بنعملها علشان تكون ملتقى لكل الناس الافاضل اللي زي حضراتكم يحضروا ويتكلموا ويطلبوا اللي هم عايزينه مننا. احنا في خدمة اهل البادية. مش عايزين نذكر موضوع التهميش ده احنا باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعيننا وتكونوا انتم اللي بتزيدوه بايديكم وبايدي ابنائكم من خلال المناصب التنفيذية والمناصب في المحليات وفي البرلمان. اللي هيعمل الكلام ده ابنائكم، مش الناس جايين من اخر الدنيا، لا، الناس المقيمين هنا هم اللي هيصنعوا هذا. كنا في افتتاح مقر حزب الحرية والعدالة في منطقة أبو تلات. أنا أعتقد أعضاء الحزب عاملين شغل كبير جدا في هذا المكان، من القبائل ومن البدو والعواقل عاملين شغل رائع في هذا المكان. احنا صراحة بنشيد بدورهم البناء لاحتضانهم الحزب في هذا المكان. احنا بنقول ان الحزب مش مجرد مقر يلتقي فيه اعضاء الحزب، ولكن هو همزة وصل ما بين المجتمع وبين القبائل والعواقل الموجودة في المكان وبين الحزب وقياداته. احنا من خلال الحزب ان شاء الله بنسعى ان احنا نلبي طموحات وطلبات الناس في هذا المكان. من خلاله احنا بنحتضن المبادرات والحلول والاقتراحات اللي بيؤديها اهل المكان. فاحنا ان شاء الله دي همزة وصل ان شاء الله قوية. احنا بننشد يكون لنا مقرات في اماكن كثيره، بحيث يكون ان شاء الله اتصال بيننا وبين الجماهير، اتصال عملي بعيدا عما يقوله الاعلام وبعيدا عما يتردد، لكن احنا بنشتغل على ارض الواقع. احنا بنلتحم بجماهيرنا، احنا بنحاول ناخد بايديهم وايدين بعض بحيث ان وطننا ان شاء الله يبقى افضل خلال الفتره الجايه باذن الله.